وأينما وجدتم أسعد الله الأوقات واللحظات. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله هذا العدد فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبه شيخنا السعيد، مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد، رمضانك كريم مبارك. الله يبارك فيك، رمضان مبارك إن شاء الله لك ولجميع المسلمين. أيام طيبة إن شاء الله. الحمد لله، نسأل الله دوام النعم ونسأل الله تمامها. أمين يا رب العالمين. محبة الله من محبة ما يحب سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الإنسان يتقلب من طاعة إلى طاعة، فهو في طاعة الله إذا صام وقام إيمانا واحتسابا في كنف الصحة والعافية، وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا لم يصم لعلة كتبها الله عليه فأطاعه بالرضا بقضائه والحفاظ على نفسه كما أمر. عن أصحاب الأعذار نتحدث هذا العدد. فضيلة الشيخ. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانكم مبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستثمار هذه الأيام المعدودات، هذه الأيام المباركات في الطاعات وفي القربات وفي الباقيات الصالحات. أصحاب الأعذار، أولا يعني أشكرك على حسن اختيار العنوان، لأنه أصحاب الأعذار ينتظرون يقينا من يطمئنهم، لأن حرمة رمضان كما تعلم أخي أحمد في الأمة عموما وفي الجزائر خصوصا رمضان له حرمة خاصة، فعدد الصائمين أكثر من عدد المصلين بلغة الإحصاء. صحيح، بلغة الإحصاء. حتى أن أحد الشعراء عندنا من الشعراء الحكماء تحدث عن هذه الظاهرة بشعر رقيق بليغ جدا. قصيدة طويلة لكن أختار منها مقطعا. يقول لك يعني، وفيه سؤال منطقي يطرح في ثنايا هذه الأبيات: كيف أن الإنسان مسلم ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، من هذه ال5 الركائز الصلاة يعني التوحيد إلى محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم الزكاة، إقام الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت. ولكن مع ذلك نجد بعض المسلمين يصومون ولا يصلون. صحيح. من جهة أمر يعني مليح، يعني في حرمة، أعطوا حرمة لرمضان، ولكن من جهة أخرى هناك خلل على مستوى فقه مراتب الأعمال. صحيح. الأولويات، فالصلاة تحتل المرتبة الثانية بعد التوحيد. فأراد أن يعالج هذه الظاهرة شعرا، مما قال: المؤمنين يوانروا في الوقت قذين الله ما تشكين عودة تضروا ينسلم ورنتظال السوق ما يعمر يفرو غس ما يزنس الغلا. تنبيه لكل غافل من لا يصلي ولكنه يصوم. صحيح. نقول: تقبل الله صيامك. صحيح. ولكن حذاري، لابد أن تنتبه وأن تعود إلى رشدك عاجلا لا أجلا، وأن تبدأ بالصلاة، ومع ذلك أعطي الحرمة الكاملة لهذا الشهر العظيم. أقول: الكثير من الناس الآن عندهم أعذار، نجد منهم من صام 40 سنة 50 سنة 20 سنة وهو صائم، ولكن في يوم من الأيام سلبت منه صحته، كان صاحب عذر. هذا بالنسبة لي لعذر المرض، ولكن لا يطمئن في قلبه. يقول لك الناس قاعد صايمين وانا نفطر. حتى كي يقول له الطبيب الحاذق المسلم يقول له افطر، يقول له لا، ثقيل عليا. نقول لهؤلاء ما قاله أخي أحمد، طبعا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد عن أحمد يعني صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله يحب، لذلك الإنسان يحرص على تحقيق محبة الله عز وجل. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وربنا في القرآن الكريم بعدما تحدث عن أصحاب الأعذار قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا المسلم الذكي هو الذي يبحث عن إرادة الله، أين هي؟ ممكن هو يريد والله يريد، ولكن لا بد من ترجيح إرادة الله عز وجل أو مرادات الله سبحانه وتعالى. يمكن تلخيص أصحاب الأعذار فيما يلي. العذر الأول هو المرض.
المرض. ومن كان منكم مريضا أو على سفر. الإنسان المريض، طبعا المريض الذي يشق عليه الصيام، هوش يعني حاجة خفيفة هكذا ويدير نفسه في، لا، كي يكون مريض، هذا المريض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى دواء إلى آخره، متابعة. وإذا صام يتأخر شفاؤه أو يهلك، وهذا يدرك إما بالتجربة أو عن طريق الطبيب المشرف على علاجه. صحيح. طيب، ثم يأتي المسافر طبقا لهذه الآية أو على سفر، وطبعا المقصود من السفر من غير معصية. صحيح. هذا هو المقصود، حدث عنه الفقهاء مطولا، الذي يسافر لعمل، لدراسة، لصلة رحم، لزيارة، لأي عمل شريف، لبحث علمي، لملتقى أو شيء، يعني سفر. والسفر في حد ذاته هو سبب مبيح للفطر. ليس المراد المشقة. لأن بعض الناس يربطون بين السفر السابقا قديما والآن، يقول لك زمان يسافرون عن طريق البغال، عن طريق الجمال، أما الآن بالسيارات الفخمة بها تبريد يعني مبردة، وبالطائرات وهكذا. فلا، السفر هو العلة والعلة كما يقول علماء الأصول هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي، يعني المناسب الحكم والمتعدي، يعني لابد أن تتعدى إلى الغير، يعني من الأصل إلى الفرع. فإذا وجدنا ذات العلة التي من أجلها تقرر الحكم في الأصل، نطبق حكم الأصل على الفرع لاشتراكهما في العلة. وتعريف القياس أصوليا هو هذا: إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم، هذا هو، أو مساواة أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. إذن ذكرنا المرض وذكرنا السفر. ثم المرأة الحبلى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. المسافر، هذا تأكيد للآية القرآنية. وشطر الصلاة يعني يجمع، يقصر صلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، يصلي ركعتين، يشطر الصلاة. وعن الحبلى والمرضع الصوم. إذن تأتي الحبلى، المرأة الحامل. بالنسبة للحامل فيه 3 نقاط خفيفة ظريفة إن شاء الله. الأمر الأول، إذا هي هو الحامل شيخنا السعيد ربما لأن الوليد يسافر في بطنها إلى بر الحياة. الله، هذا تخريج لطيف يعني، ما شاء الله، بارك الله فيك. إذن فعلا يسافر إلى بر الحياة، يعني سبحان الله، من عالم إلى عالم. ومن رحمة الإسلام، شوفوا هذا الحديث، يعني الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه المرأة الحامل طبعا يجوز لها باش تفطر في نهار رمضان إذا كان خافت هي على نفسها، على صحتها، خايفة على روحها، أو خافت على جنينها، خايفة على جنينها، أو تشعر بمشقة كبيرة وهي يعني حامل. لذلك المرأة الحامل هي معذورة أيضا بسبب الحمل، وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المرضع، المرأة المرضع أيضا ترضع. ربي سبحانه قال في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن أيضا حرصا على تحقيق حق من حقوق هذا الطفل الوليد كي كان في بطن أمه، رحمة به وبها. الإسلام رخص أعطى هذه الرخصة، سبحان الله، هذه قمة حقوق الإنسان، الرعاية السامية من رب العزة جل جلاله. وحينما جاء إلى الدنيا الآن يعتبر وليد رضيع، يحتاج باش يرضع من يماه. فإذا كان هذا الرضاع يعني يشق على الوالدة نتاعو، ولا ينقص الحليب نتاعها أو إلى آخره، وتحقيقا لحق من حقوق هذا الطفل أنه يرضع من يماه. وطبعا نعرفوا يعني قيمة هذه الرضاع لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية العلمية. لذلك رخص الشرع للمرأة المرضع أن يعني تفطر في نهار رمضان أو تفطر في أيام رمضان. ثم يأتي السبب الأخير وهو كبر السن، يعني الإنسان الكبير في السن، كبير في السن عجوز دمغار ويزمير هذا يظن كبير، فبالتالي هذا أيضا يلحق بحكم المريض.
أيضا الذي لا يرجى برؤه، لأن الكبير ما راهش ماشي للصغار ولكن ماشي للكبار. صحيح. والحمد لله رب العالمين. طبعا أيضا أصحاب الأشغال الشاقة وإخواني اللي هم في الصحراء مثلا الآن في مناجم البترول وغيرها، اللي طبعا يشق يعني يصعب عليهم الصيام، هؤلاء أيضا ممن يرخص لهم شرعا. هذه يكتفي يعني خلاصة خفيفة يعني عن أصحاب الأعمال. شكرا جزيلا شيخ السعيد، خلاصة طيبة. قبل أن نشرع في استقبال المكالمات أيها السادة الأفاضل، اسمحوا لنا أن نجيب عن 3 انشغالات متعلقة بصميم موضوع اليوم. الأول السفر، ويسأل ربما أخونا يسافر كثيرا في المناطق الشمالية، يعني 200-300. هذه المرة عقد العزم أنه يسافر أكثر من 700 كيلومتر تقريبا. يقول هل أفطر أم لا أفطر؟ نعم. ذكرنا أن السفر عذر يبيح الإفطار. ولكن من باب التعمق هناك 3 آراء أخي أحمد أذكرها من باب الأمانة العلمية مع الأدلة طبعا باختصار شديد. الرأي الأول يقول المسافر يفطر. صحيح. يعني الأفضل له أن يفطر بنص القرآن: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، يسافر سفر مباح مشروع يجوز له، بل الأفضل له أن يفطر ولا يصوم. هذا رأيي. شكرا جزيلا شيخنا، ربي يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. مشاهدي الكرام، يحين الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والأجر والمغفرة والثواب. شيخنا السعيد تفضل. لك الفضل. إذا كنا مع سؤال الأخ اللي كان يسأل عن السفر ويسافر بعيدا حوالي 700 كيلومتر. طبعا هذا العذر قائم، وقد ذكرنا في مقدمة اللقاء أن السفر المشروع هو عذر مبيح للإفطار. نعم. ولكن قلت من باب التعمق هناك 3 آراء. الرأي الأول يقول الأفضل للمسافر الصائم أن يفطر. أيوة. وجابوا الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إذن الآية واضحة، فعدة من أيام أخر. والرأي الثاني يقول الأفضل هو الصيام إذا لم تكن هناك مشقة. إذا كان الإنسان ما عندوش مشقة لماذا يفطر؟ صحيح. عنده وسيلة تنقل ما شاء الله وكليماتيزي إلى آخره، ما عنده حتى إشكال، فما عندوش مشقة يصوم، ذلك أفضل. وجابوا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. إذن الخيرية من الآية في حد ذاتها، يعني الآية 184 من سورة البقرة. والرأي الثالث يقول طبعا السفر هو عذر يجيز مبيح، فيربطه هنا بالمشقة. أضافوا هذا المعيار الآخر، قال لك فإذا كان هناك مشقة الأفضل المسافر يفطر، لأنه عموم النصوص القرآنية وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الآية اللي ذكرنا قبل حين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إلى آخر هذه النصوص. لذلك قالوا إذا كان هناك مشقة، إذا لم تكن هناك مشقة فالأفضل هو الصيام. صحيح. إذا كان هناك مشقة فالأفضل هو الإفطار. وهذا الذي نراه يعني الصواب. وطبعا فيه أدلة من هذه الأدلة ما رواه الإمام مالك في موطئه وكذلك البخاري في صحيحه. الصحابة وش يقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر صلى الله عليه وسلم. إذن في النهاية هذا أمر جائز، فلا إنكار. وأكدوا على هذا المعنى. إذا كان شفنا إنسان مسافر وحتى ولو كان في سيارة ومريحة وكذا ولكن افطر، لا، أخذ بالرخصة. إن الله يحب أن تؤطى رخصه كما يحب أن تتاع عزائمه. وإذا أخذ بالعزيمة أيضا لا ينكر عليه. وأن تصوموا خير لكم. يعني المهم حبينا نقول دائما نؤكد على هذا المعنى. كي تكون مسائل خلافية روحوا بالعقل، لا إنكار في مسائل الخلاف. الله يبارك. العقل كان. بارك الله. شكرا جزيلا شيخنا، بارك الله فيك. طيب شيخنا، سائلة تسأل سقط لها جنينها في حدود الشهرين، هل هي نفساء؟ هل تصوم؟ ماذا عليها؟ ماذا يترتب؟ نعم، هي أيضا صاحبة عذر فتفطر إلى أن ينقطع عنها هذا الدم، ولو لم يكن يعني نفاسا طبيعيا فتأخذ بهذا الحكم إلى أن ينقطع عنها الدم ثم تعود إلى صلاتها وصيامها. بارك الله فيك شيخنا. سائلة أيضا تسأل بالنسبة للعادة التي تتحرج من اليوم الأخير، تعتقد أحيانا 6 أم 7 أيام، 7 أيام أم 8 أيام، خاصة في رمضان، كيف تتصرف؟ يعني أبني السؤال بالشكل التالي شيخنا: هل اليوم الأخير الذي يكون فيه شك وعدم يقين يصام أم لا يصام؟ هل يصام إلا بعد اليقين أم لا يصام؟
لا يصام إلا بعد اليقين. بمعنى آخر، هي إذا كان عادتها مثلا 6 أيام أو 7 أيام عادتها، وبعدين في رمضان عادة ما يحصل نوع من الاضطراب لبعض النساء، اضطراب في العادة الشهرية. هذا أمر معروف ومألوف خاصة في شهر رمضان المعظم. وقد ذكرتني يا أخي أحمد الله يذكرك بالشهادة في واحدة أيضا سألت عن تناول الحبوب لتأخير العادة. نعم. ذكرني إذا نسيت يعني، فوعدت أن أجيبها إن شاء الله على المباشر. فأقول فإذا كان عندها عادتها 7 أيام، ولكن هذه المرة 6 أيام دم، وبعدين فيه صفاء نقاء، ولكن إذا كان فيه نقاء تام خلاص تصوم، فهذا يقين. وإذا كان عندها شك، ربما وجدت لونا معينا ماهوش لون أحمر أو أسود، يعني الألوان المعروفة أنت عدم الحيض كرمكم الله، فبالتالي إذا كان عندها هذا الشك فالشك يفسر لصالح الحيض وليس العكس. جميل. يفسر لصالح الحيض، تعتبره حيضا، لأنه عندها أيضا حتى الاستظهار، يعني في حالة صارت الاستظهار ب3 أيام، إذا راهي في ساعة من أمرها تعتبره حيضا، فلا تصم ولا تصلي. بعد ذلك إن شاء الله حينما يستقر الوضع تقضي تلك الأيام والسلام. بارك الله فيك شيخنا. الحقيقة طارحة السؤال تسأل أيضا، لأنه كثير ممن تعرف هي أنهم يتخذون هذا اليوم، يصومون هذا اليوم ولكن على شك، يعني بدون يقين، فإذا صلح صلح وإذا لم يصلح لا يصلح. هل هذا الصوم بهذه النية صحيح؟ لا، في الحقيقة يا أختي الفاضلة العبادات لا تبنى على الشك، تبنى على اليقين. بمعنى أنه إذا كان أنت عندك يقين بأنك خلاص طهورتي خلاص تصومين. فإذا كان عندك الشك هنا يفسر في اتجاه الحيض، لأنه أصلا أنت راكي في العادة نتاعك يعني صح. وعندك 3 أيام نتاع الاستظهار هكذا، واقطعي في المسألة، ما تبقيش في الشك، لأنه هذا باب يعني خطير أيضا، يدخل منه الوسواس، يدخل بعدين الإنسان يشك في كل شيء. صح. أذكر العام الماضي ذكرت هذا في هذا المقام، واحد قال لك عندي 20 يوم نعودهم في رمضان، 20 يوم يعني ثلثي رمضان يعودهم. كي سألته كيف يعني، قال لك مرة كنت شربة طلعة هابطة يبدأ يشيل فلفل، كي ياكل فلفل في المغرب وسمين تاع الصباح يحسب الفلفل يقول لك وقيل. وهذه وساوس. والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. بمثل هذه القواعد نغلق البواب أمام وساوس الشيطان. نعم. بارك الله فيك شيخنا. لم أنسى سؤال تأخير الحمل. الله يفكرك بالشهادة. بارك الله فيك. في أخت فاضلة تسأل تقول أنا يعني أريد هذه السنة أن أصوم شهر رمضان كاملا، فأريد أن أتناول هذه الحبوب من أجل تأخير يعني العادة باش ما تجيش، حبيتها نصوم شهر كامل، هل يجوز ذلك؟ الجواب المعروف أنه المرأة يعني ما لم تبلغ سن اليأس تأتي هذه هذه العادة الشهرية، شيء طبيعي. سبحان الله، ربي سبحانه هو اللي خلق المرأة هكذا، عادي تصوم الأيام اللي تصومها، ولكي تجي العادة نتاعها تفطر عادي، وكما يصنعوا نساءنا والله يبارك، يعني رغم عندهم رخصة ولكن ما تفيقش أصلا، يعني يفطروا ولا أحد يعلم. يعني هنفوت رسالة إلى الذين ما عندهمش أعذار، وربما يتبجحون بالإفطار جهار النهار، وإن كان إذا الآن الحمد لله نقصد كثير الحمد لله، رانا بخير الحمد لله، رانا بخير، نخليو برك هكذا، نسأل الله دوام النعم ونسأل الله تمامها يا رب. الله يبارك. وبالنسبة نفتح قوس مهم، منذ يومين في واحد النشاط هكذا قلت لهم لازم تفكروا ببلادنا من خير البلدان، يعني ما نذكر حتى بلد آخر، في بلدان أخرى رمضان والشعبان كيف يعني الناس صايمين والقهاوي مفتوحين وعادي. حنايا رمضان باين يعني وجميل وحلو ما شاء الله، والناس صايمين والمقاهي مغلوقة والمطاعم مغلوقة، بقات غير هذيك نتاع الغضب والنرفزة هذيك تشوه جمال رمضان. لو كان نزيدوا نتخلاو على هذيك نوليو غاية كامل، نوليو قدوة إن شاء الله لغيرنا. أقول وراني كنت نتكلم على الحبوب. نعم. فبالتالي بالنسبة للحبوب الأصل أن المرأة عادي يعني هذه العادة الشهرية تفطر وتقضي أيامها بعد رمضان والسلام، ولكن يجوز لها للمرأة أن تتناول هذه الحبوب
ولكن ليس على سبيل الدوام، ماشي كل عام دير هكا، ما تبقى لهاش عادة، استثناءات هكذا. هذه السنة أرادت أن تصوم شهرا كاملا يجوز لها باش تناول هذه الحبوب، وتصوم شهر كامل ما شاء الله، ما تفطر حتى في نهار. وممكن العام الجاي ما تشربهاش، ما تناولهاش، تعيش عادي وتصوم عادي أيام الحيض، تفطر والسلام. وممكن بعد عامين 3 سنوات تحب أيضا دير هذا الشيء عادي. المهم يبقى على وجه الاستثناء فقط، وهو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ولا يقدح فيها. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. هل سائل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، على بركة الله نشرع في استقبال المكالمات من العاصمة. نبدأ. أختنا فاطمة، السلام عليكم. أخت فاطمة، السلام عليكم. عذرا ربما تأخرنا قليلا عن أختنا فاطمة. إذا لم تكن أختنا فاطمة إلى وهران، أخت عبلة. نعم، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك. الله يسلمك خويا. تفضلي. صيامكم وصحة فطوركم. ربي يتقبل منا جميعا إن شاء الله بإذن الله جميعا. خويا عندي سؤال. تفضلي. صح، سؤال في المتناول الجامع، ثم عندي حاجة حبيت نقولها في المباشر يعني. أيوه. طريقة الصلاة اللي يصلوها الناس كاين بزاف. أنا نشوف بزاف الناس يصلوا صلاتهم يصلوا نورمال، بصح عندنا بزاف الجهل في الصلاة. اسمح لي ولا غلط في الهضرة. تفضلي. طريقة الصلاة هما ما كاش بلاصة وين كاين كما أمهات في الدار، دراري في الدار، كاين ميم الرجال يصلوا في الجامع بصح كي يصلوا في الدار نشوفهم يصلوا طريقة تاعهم ما يصلوش. هنا كاين 7 أعضاء اللي يركعوا لربي تعالى يا أخي، هما السجود. عندنا السجود عندنا 7. أيوة. بصح هما ما يعرفوش شنو هما ال7. كاين بزاف اللي كي يقعدوا ساجدين ما يديروش صبعتيهم هكذا، ثم هاك ما شفناكش هاك. فهمت كيفاش؟ أخت عبلة واضح. ما يسجدوش. ما انا حبيت يعني لو كان نديرو كاش حصه في التلفزيون توروا كيفاش نصلوا الصلاه زعما 2 ركعات صحاح. فهمتني كيفاش؟ واضح. الفاتحه حتى التحيه. ما شاء الله. فهمتني كيفاش؟ واضح اخت عبلة. كاين 7 اعضاء، هما ما يسجدوش ب7 اعضاء، ينقصوا دائما 2 اعضاء، ما على بالهمش بلي كاين 7 اعضاء. بارك الله فيك اخت عبلة. هما اللي الصح قاعدك هما السجود برك، هذاك هما ما على بالهم برك. كاين بزاف الجهل حنايا في ربي يعلم. ربي يعلمنا ان شاء الله اخت عبلة. هاد طريقه الصغار هذوما اللي ما نعرفوهمش حنايا، يعني ماذا بكم تروهم لنا في طريقه السجود، طريقه الركوع، طريقه هذوما اخطاء ما هما فيهم والو، بصح هما حنايا عندنا سي ديفوت. واضح اختي عبلة، واضح. ان شاء الله نجاوبوك على هذا الانشغال. عندك انشغال اخر؟ صلاة ولا اسمه كي يدن الأذان على في الفجر. أيوة. عندنا 2 ركعات نصلوهم في الفجر و2 ركعات على الصبح. أيوة. اسك دوكا كيفاش تصلي 2 ركعات كي يدن الصلاة قبل من الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. يخلص قاعدتك نصلي 4 ركعات، 2 تاع الصبح، 2 تاع الفجر و2 تاع الصبح. أيوة. أيوة. هذا هو صحيح. أيوة. هذا صحيح. إن شاء الله نجاوبك. بارك الله فيك. هذا هي حبيت نعرف يعني كيفاش يعني. بارك الله فيك اخت فاطمه، نجاوبك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. ربي يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. عادت اختنا فاطمه من الجزائر العاصمه. مرحبا اخت فاطمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام واسكنكم فسيح الجنان جميعا ان شاء الله. اخت فاطمه بارك الله فيك. تفضلي. فيك بارك في رمضانكم لكل الشيخ سي بوزري. الله يبارك. عندي سؤال: ما الفرق بين حديث النفس ووساوس الشيطان؟ وهل يحاسبنا الله على هذه الوساوس التي تكون بداخلنا؟ وهل المؤمن هو الذي يبتلى بالوساوس؟ واضح. بارك الله فيك. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني: أنا نحب نصلي صلاة التراويح في بيتي، ما نروحش المسجد ونصليها بالمصحف الشريف. واضح. يعني هل هذيك كي نحط المصحف ونعاود نحمله، هل يعني هذه تبطل الصلاة ولا يعني جائزة؟ واضح إن شاء الله أختي الكريمة. ربي يكرمك إن شاء الله، وقول الأستاذ بوزري يدعي لنا وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صحة رمضانكم. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك أختي العزيزة. فيك بارك أخي أحمد. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك أخت فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله.
لا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر إلى أين؟ محمد ما كانش من أين؟ شكرا سيدة نادية. طيب نبدأ على بركة الله شيخنا. أختنا فاطمة من وهران مشكورة حقيقة على هذا التنبيه. الصلوات الفرائض اليوم الحمد لله السنة أيضا صلاة التراويح، ولكن الناس قد تخطئ في سجودها. تنبيه وتذكير حتى الأصابع اللي أشارت إليهم نوضحها. تفضل شيخ. نعم لك الفضل. وقت عبد المهران بارك الله فيك قلت طريقة الصلاة لا غير فكرة جيدة ثمنها أخي أحمد وأنا أثمنها أيضا على الهواء مباشرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول لك مسألة أصولية. كاين ما يسمى في أو قبل هذه المسألة الأصولية نقول أحكام القرآن الكريم. كاين ما يسمى بالأحكام التي جاءت بمبادئ كبرى وبقواعد فقط، تسمى الأحكام الكلية. ما معنى الأحكام الكلية؟ معنى تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان، هي أحكام مجملة تحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أحكام مجملة تحتاج إلى بيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبينها. ربي قال في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربي قال صلوا. من القرآن ما وضح لنا طريقة الصلاة، كيف نصلي الكيفية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. من هنا اقتراح الأخت عبلة في الصميم تريد ركعتين على الهواء مباشرة من أولها إلى آخرها، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم باش يشوفوا. طبعا بعد حين نحاول نقول لأحمد يعني ينوض، يعني مانيش عارف إذا كان وقتنا إذا كان تسمح لنا أحمد ينوض بعد شوية، لا أدري إذا كان مسموح إعلاميين ولا لا. فلاحين يجوز، إعلاميين لا أدري. المهم إذن بارك الله فيك. هذا واش نقول لك، لأن هناك أخطاء كثيرة. يا أختي أنت فكرتيني بعض الناس كيفاش يسجد مثلا كي يحط هاك، يعني حتى هذا المرفق نتاعو يوصلوا للأرض وما يعرف كيفاش يجلس بين يعني كي يكمل ركعتين، ولا كيفاش يسجد على 7 أعضاء كما قلتي. الجبهة بعضهم الجبهة نتاعو يحطها على الأرض ولكن نيفو ما يوصلش، وبعضهم العكس النيف نتاعو يوصل والجبهة ما يوصلهاش، والبعض الآخر كما قلت في الأيدي ما يوضعهاش. يعني في أخطاء سواء في الركوع أو في السجود أو حتى يعني في أحوال كثيرة نتاع الصلاة. واش نقول لك اقتراح جيد إن شاء الله يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه نحتاج فعلا إلى ذلك. ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وحتى بالنسبة للقبض والسدل يا سيدي نقول بالنسبة للسدل باين، ها واحد يطلق يديه اللي يصلي بالسدل، يعني يديه ما يقبضهمش هاك. وطبعا هذا أمر مشروع وجائز باش نرفع الحرج خاصة عن الكبار اللي موالفين يصليوا كما الناس تصلي دائما هكذا بالسدل. وفي القبض كيف؟ هل طبعا اليد اليمنى على اليسرى صح، ولكن هل على صدره ولا يرفعها حتى الرقبة نتاعو ولا يحكم كرشه؟ كل واحد كيف يعني. فبالتالي كل هذه الهيئات كل هذه الوضعيات لا يمكن أن تعرف إلا بالرؤية. صحيح. صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك بالنسبة للتحيات كاين اللي يدير يدو هكذا في الركبه نتاعو بعدين ما يحركوش اصلا، وكاين اللي يديروا هكذا من اليمنى لليسرى، وكاين من العكس، وكاين اللي يحركوا هكذا. يعني كل هذه الوضعيات من اقتراحك يا الاخت عبله بارك الله فيك، طولت فيها شويه باش الجميع يفهم بان هذه المساله مهمه وان شاء الله ستنجز. اما اليوم يبدا احمد لما يستجيب معلش الله غالب. صلاه المريض والعاجز ايضا بعض الناس ما تفكرت من خلال سؤال الأخت عبلة صلاة المرض والعاجز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما صح؟ إذا واحد ما قدرش الإنسان فقاعدا كما ورد في الحديث، وبعدين وإلا فعلى جنب. طيب هذا الحديث نقرأه، وكم من مريض الآن وكم من عاجز في المستشفيات ولا في ديارهم ما يعرفوش كيفاش يصلي، وبعضهم لا يصلي أصلا. صح. يقول لك ما دام أنا مريض
خليها كي نبرا إن شاء الله نخرج من المستشفى إلى الدار ثم أقضي صلواتي. وبعضهم لا تتاح له فرصة القضاء من المستشفى إلى القبر، فهؤلاء يحتاجون فعلا باش يفهموا كيف يديروا صلاة المريض والعاد. طبعا الأصل يعني القيام في حق القادر ركن أو فريضة من فرائض الصلاة. القيام، الإنسان يصلي قائما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للقادر عليه. أما العاجز يصلي قاعد، إلا ما قدرش على جنب، ولكن على جنب كيف؟ يصلي على الجهة اليمنى الجنب الأيمن، إلا ما قدرش على الجنب الأيسر، إلا ما قدرش هكذا مستلقين على ظهره ورجليه يروحوا للكعبة يعني في اتجاه الكعبة. وإذا كان ما يقدرش على بطنه يولي العكس يعني رأسه يتجه القبلة. هذه الوضعيات كلها في الحقيقة يستحب أن تعرف بالرؤية وبالبصر. إذن اقتراحك يا الأخت عبلة في الصميم. سؤالها الثاني على الأذان. الأذان الفجر، تقول ركعتي الفجر هل بتصلي بعد أذان الصلاة خير من النوم ركعتي الفجر؟ طبعا بالنسبة للأذان الأولى هذاك يعني الإمساك فقط، وإذا كان واحد يعني ما لم يمسك يعني يقدر ينوض في هذاك الوقت ويشرب الماء ويأكل سريعا والسلام. ولكن وقتاش يتوقف الأذان الثاني، حنقول الأذان الثاني وين يقول المؤذن بعد حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم. ثم انت طبعا من السنة ومستحب انك تتبعي الأذان مع المؤذن وترددين معه بما هو معروف في السنة النبوية إلى أن يأتي الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمود الذي وعدته. وتوقف هنا. أيضا سألني أحد الناس منذ أسبوع قال لك علاش ما نزيدوش إن الله لا يخلف الميعاد. معلش السؤال هاي يجي هكذا يعني فقلت له إن الله لا يخلف الميعاد ولكن لم ترد، إذن ما تقولهاش خلاص توقف هنا. إذن تصلي ركعتين هنا، هذه تسمى رغيبة الفجر. عندنا في السادة المالكية نقولوا رغيبة الفجر، يعني هذيك السنة تصلي ركعتين بعدها إما تستنى يقيس 50 آية حوالي 10 دقائق مليح، الأفضل والأحسن. إذا كان ما قدرتيش ولا حبيتي ترقدي ولا تسافري ولا تخرجي ولا لا حرج، صليتي الرغيبة ركعتين دخل وقت الفريضة خلاص صح. بعدها مباشرة تصلي ركعتين اثنين اللي اسمها صلاة الصبح يعني صلاة الفريضة. هكذا نسأل الله القبول. امين يا رب العالمين. شيخنا سنعود لاختنا فاطمه من الجزائر العاصمه، لكن قبل ذلك الى فرنسا. سي قدور علي مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله. لاباس الله يبارك فيك سي قدور مرحبا. ربي راني مريض حاشاك بالقلب من 2004 فهمني. ايه ومال اللي مات السنين الاولى كل معناها راني نصوم في رمضان فهمتني. ايوه. ولي معناها قريب 15 يوم وانا في السبيطار دخلت معناها مريض قلب حشاك في خطر. ايوه. وعملوا لي معناها كي دخلت السبيطار معناها شبحوا الرجل نتاعي القلب ضعيف بزاف، ومال عملوا لي واحد البيله يتمشى بها القلب فهمني. ايوه. ومال كي جيت خالد درك قعدت 13 يوم في السبيطار، جيت خالد قلت له كيفاش رمضان الغدوه؟ قال لي لازمك تاكل الدواء نتاعك ما نجمش نقول لك صيام ولا كذا. اذا كان صمت راك تولي بخطر معناها رانك الدواء معناها من الدواء نتاعك لازم يكون واقع. واضح. ما نجمتش معناها صرت الطب معناها الطب الاول ما منتاج، الطبيب الثاني ما منتاج. وما حقيقة ما قديش نصيم. واضح عمل. انا دروك راني فاطر عندي معناها باش نسلك الدين اللي علي نتاع باش نسلك نتاع المسكين. راني ما عرفتش معناها من باش نعطيه للجامعه نعطيه واحد مسكين، وانا في فرنسا ما كاش مسكين، انا الناس الكل تدي في الدراهم. فهمني؟ وما دلوني على الطريق معناها هالمسكين هذا وين نعطيه صور بدراهم فرنسا مش بدراهم الجزائر. المهم ولا لا؟ انا ما كنت غادي كنت انا مش كيف ما كان انا عم ادوني نعطيها معناها مسكين ولا للجامعه واحده منهم. واضح. الجامعه معناها ربي يمد فيه معناها راهو جديد ومخصوص مشوار حوايج ما قديش معناها ما لازم تثبت، اما الجامعه ولا المسكين. واضح عمي قدر. انا عم كاين حاجه اخرى. تفضل عمي قدر. باش نصعد فيك راني نصلي على الكرسي معناها على الكرسي مشيني قاعد معناها نصلي واقف. واضح. حتى كي نروح للجامعه راني الكرسيه معايا.
ايوه ما نجمتش طبعا، عشان ساعات معناها الطالب يطول معناها في الركعات ولا كذا، ونشد معناها على الركبيه نبغى واقف. ايوه واقف على الركبيه ما نجمش، ما لا درت كرسي لزم ما حتى للجامع. ما لا درني لها الطريقه حماديك محدوا لي مع المسكين الساعه الصيام الاول. واضح عمي قدور، واضح ان شاء الله نجاوبوك. ايوه وضحوني، ما نعطي للجامع ولا واحد مسكين، المسكين هنا بفرنسا ما كان مسكين. واضح عمي قدور، نجاوبوك ان شاء الله ان شاء الله. وكاين حاجه اخرى، النجم معناها الدراهم هذه نتاع المسكين نجم نبعثها حتى البلاد ولا هنا بفرنسا. واضح. ما نجمش معناها نشاوركم انتم. واضح يا عمي قدور، نجاوبوك ان شاء الله. الله يهنيكم، السلام عليكم يا سيدي، وراني نشوف لكم التلفزيون بيان الحمد لله. الله يبارك فيك عمي قدور، ربي يحفظك ان شاء الله، شكرا. وقد اسمع ساعه وخمس سنكورو معناها تقول معناها الفتره نتاع المسكين. واضح، دوك نسقسوا. شنو عارف عشان في الزكاه نتاع الفتره كي نجيو نفطروا في العيد نعطوا سنكورو. ايوه السلام عليكم والله يهنيكم ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا عمي قدور من فرنسا، وبارك بارك الله فيك على هذا التواصل. السيدة أم محمد، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي واحد تفضلي. انقطع الاتصال، ربما تأخرنا عليها من الموت. سيدة أم محمد. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. عندي واحد الحالة اللي نمر بها، منش عارفة مرض ولا وسواس من اللي نوض الصباح في الليل على الوسواس تاع الموت تاع ايوه. وعندي زوج بنات راني نحاول باش يصلوا باش يقروا، بصح راهم يقولوا لي الناس راكي متزمته معاهم، راكي واحده 11 عام وحده 12 عام. واضح. ومن فضلكم الدعاء علينا ان شاء الله والاولادنا كاع. يا ربي يا ربي، الله يوفقك ان شاء الله. شكرا سيدة محمد، الله يبارك فيك ويهنيك ان شاء الله. نجاوبوك على سؤالك اخيرا حتى نتمكن من الاجابه. الاخت رزيقه من المسيله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بون صحة رمضانكم. الله يبارك فينا وفيك، شكرا. بون حبيت نطرح بك سؤال على الاستاذ. تفضلي اخت رزيقه. بون انا استاذ بك، حبيت نقولوا بلي نخدم كونطرا في لا بنك. ايوه. وبون قالوا لي حرام اللي يخدم في لا بنك، تو اسك حبيت نسقسي اسك صح حرام، واسك نقدر نخدم وميم طون نحوز. فهمتني؟ ايوه تخدمي نعم. بون اذا كان حرام